احنا اتكلمنا قبل كده ان حياتنا عبارة عن سيستم وبرامج احنا متكودين عليها. بس عمرك سألت نفسك هل الاكل اللي انت بتدخله جسمك ده مجرد طاقة للحركة ولا هو داتا بتدخل تعدل في السوفت وير بتاع وعيك؟ النهاردة هنفك شفرة الاكل وعلاقته ببصيرتك وقدرتك ان انت تشوف وتقرأ الرسائل الكونية. الجسم البشري عامل بالظبط زي الهاردوير اللي بيستقبل اشارات الارقام، الكواكب، الحدث. لما انت بتملى الهاردوير ده باكل ميت زي مثلا المواد الحافظه، السكريات المصنعه، الاكل الميت طاقيا، انت هنا بتعمل حاله من الضجيج الطاقي بتخليك مش عارف تشوف الحقيقه من حوالين منك. وتعالى بقى ندخل في عمق الموضوع ده ونقول يعني ايه الاكل بيمسح بصيرتي. جسمك فيه موصلات عصبية عاملة زي الأسلاك اللي بتنقل الإشارات من روحك وعقلك الباطن لوعيك الظاهر. لما انت بتاكل أكل ميت زي اللي قلتلك عليه ده، انت حرفيا بتحط سدادات على الأسلاك دي. بوابة البصيرة بتاعتك اللي هي الغدة الصنوبرية، الغدة دي هي الأنتنة اللي بتلقط ترددات الأرقام، رسائل الكون، المعلومات من الشبكة الكونية. في علم الأعداد الغدة دي مرتبطة بالرقم 7 وبالرقم 9 اللي هو رقم الحكمة والاتصال. السموم بقى والسكر بيعملوا لها حالة توقف، فتبقى انت ماشي والكون عمال يديك في إشارات وفي رسائل وانت مش شايف، انت معمي طاقيا، لأن العدسة بتاعتك دي مش نظيفة. انت محتاج في 2026 عدسة نقية عشان السيادة ما بتجيش لحد تايه وسط الضباب الكيميائي. الدماغ التاني بتاعك اللي هو الأمعاء، 90% من هرمون السعادة والاستقرار بيتفرز في أمعائك. فلما انت بقى تبقى زاحم الأمعاء دي بأكواد تقيلة اللي هي دهون مهدرجة وجلوتين، ترددك بينخفض للأرض، والتردد المنخفض بيجذب أحداث منخفضة شبيهة. نوع أكلك هو اللي بيحدد انت مغناطيس لإيه النهاردة، هل لمشكلة، هل لفرصة، هل لحظ. نيجي بقى للمصيبة الكبيرة، السكر، شفرة السكر والأكواد الموروثة. لما انت بتحس بقلة استحقاق، السيستم بتاعك بيهرب للسكر عشان يعمل لك تخدير مؤقت لوعيك. انت مش بتاكل عشان انت جعان، انت بتاكل عشان تطفي صوت الحقيقة اللي بيقولك انت تستحق اكتر من اللي انت فيه. في 2026 السيادة بتبدأ من طبقك، من أكلك. لما انت بتقول لأ لكود السكر، انت بتعلن للكون ان انت هنا استرديت ريموت كنترول حياتك. وده أول اختبار للسيادة. هل انت اللي بتسوق جسمك ولا شهواتك هي اللي بتسوقك؟ دايما اسأل نفسك السؤال ده. لما نتكلم عن التغذية وعلم الأعداد وربط الترددات دي، فنفهم ان كل نوع اكل ليه تردد. يعني مثلا الخضروات الورقية ترددها عالي وبتكون شايلة كود الرقم 5 اللي هو التغيير والحرية. البذور والمكسرات شايلة كود الرقم 4 اللي هو كود الاستقرار والبناء. الجذور بقى زي مثلا ايه، البطاطس، الجزر، فدي بتكون طاقة الأرض والأمان اللي هي رقم 4. لو انت محتاج انطلاقة وفهم لشفرات 2026 السريعة، لازم تاكل أكل خفيف. لو انت تقلت في الأكل، انت بتنزل بترددك وبتعيش في أسوأ حالاتك. المية، الماء هو ناقل البيانات. قبل ما تشرب بص للميه وحط عليه نيه ان انت بتستقبل الوفره. الميه هتنقل الكود ده لكل خليه في جسمك وتتحول لمحطه استقبال قويه. متخيل الميه عامله ازاي وانت جسمك فيه 70% ميه؟ طب ايه هي خطوات استرداد السياده اللي اعملها؟ اول حاجه صيام الوعي، يوم واحد في الاسبوع كل اكل حي، خضار، فاكهه، وشوف ازاي رؤيتك هتتغير وتحس ان انت اخف. برمجة الوجبة، ان انت تتنفس 3 مرات قبل الاكل عشان تعمل ريست للجهاز العصبي بتاعك. 3 ان انت تراقب رد فعلك، لو حسيت بخمول بعد الاكل يبقى الاكلة دي مسحت البصيرة عندك مؤقتا. خليك دايما فاكر ان انت المبرمج لنفسك في 2026، فخليك سيد قرارك. لازم تظبط المصنع اللي هو جسمك. ابدأ دخل أكواد حية وقلل الأكل اللي بيعمل لك خمول، وشوف ازاي فجأة هتبدأ تشوف الأرقام والرسائل الكونية بوضوح مذهل، وهتفهم حاجات كانت بتعدي قدامك وما تفهمهاش أبدا. هتبدأ تشوف الحقيقة اللي ربنا سخرها عشانك. لو انت عايز تكون سيد قرارك في 2026 وقائد حياتك والواقع بتاعك، تقدر ان انت تنضم معانا لكورس فك الشفرات. تقدر ان انت تبعت لي كلمة تفعيل في كومنت وانا هرد عليك فورا بكل التفاصيل، او تتواصل معايا عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو.